محدش عنده شك عن اهميه الدقن بالنسبه للراجل. افكت الدقن بالنسبه للراجل حاجه كده ماجيك، ليها تاثير ساحر، بتديك سنه نضج كده، تخلي شكلك ماسكر اكتر، رجولي اكتر. ودي طبعا حاجه محدش يقولها لا، يعني شكل احسن، كاريزما اعلى، بنات اكتر. والاهم من كل الكلام ده انها سنه على النبي عليه الصلاه والسلام، متنساش تصلي عليه. واكبر دليل على كده، هات كده صوره واحد صاحبك عنده دقن دلوقتي من كام سنه قبل ما يطلع له دقن، وشوف وقارن شكله دلوقتي وشكله بالصوره، هتحس انه هربان من ثالثه ابتدائي. انا شخصيا كنت بعاني من المشكله دي من سنه ونص بالظبط، او حلم ان انا اروح اقعد عند الحلاق ويقول لي شعر ولا دقن يا باشا. وانا النهارده جاي لك ب3 نصايح. اتبعبعها شويه يا اخي. خلاص يا عم ولا تزعل نفسك، 5 نصايح ازاي تكثف وتكبر دقنك. يلا. اول حاجه، ودي حجر الاساس، قاعده ثابته هتبقى موجوده في اي حاجه انا هكلمك عنها، سواء علاقات، سواء فلوس، سواء صحه، سواء شكل، هي الرياضه. حاجه كده جوكر لا غنى عنها في اي حاجه. اديني كده مبرر او سبب واحد بس مقنع انت ليه ما بتتمرنش. وهيجي طبعا نجيب ساويرس اللي وراه بيزنس كتير، واحمد زويل اللي وراه علم ومؤلفات لازم يخلصها، ويقول لك مش فاضي. يا عم مش لازم تروح جيم، مش لازم تلعب سباحه، مش لازم بوكس. 10 دقايق بس في اليوم خدها مشي. راح تشتري حاجات، لو شغلك قريب منك راح تقعد مع العيال على القهوه، اتمشى، مش لازم تركب. صدقني دي اهم خطوه هتعملها عشان تطور نفسك عامه، مش بس دقنك. لازم تبقى ثابته عندك وتخليها عاده. بما اننا اتكلمنا عن الرياضه فده ياخدنا للنقطه الثانيه، وهي التغذيه. بص يا غالي، اعتبر جسمك ده كأنه ارض زراعيه، تربه خصبه. هل عمرك هتزرع من غير ما تهتم بالتربه دي؟ لازم تحط لها ميه وسماد عشان النبته تكبر. اهو جسمك ده كده بالظبط، لازم تدخله الحاجات اللي محتاجها عشان يبدا يتطور ويكبر، يعني البروتين والكربوهيدرات والدهون. ده طبعا غير الميه. ده غير ان الحاجتين دول بس مش بس هيطوروا لك دقنك، ده هيعلوا لك من هرموناتك، وبالاخص هرمون التستوستيرون. واللي ما يعرفش هرمون التستوستيرون ده هرمون الذكوره اللي لما مؤاخذه بيخليك صح. ثالث حاجه، لازم تبطل التدخين، مش بس عشان تحسن دقنك، عشان تحسن جسمك كله. اديني سبب كده خليك بتدخن لغايه دلوقتي، حاجه بتدمر لك جسمك، بتدمر لك صحتك، بتدمر لك سنانك، بتقشف شفايفك وتشققها. ده غير انها بتضيع فلوسك، والاهم من الكلام ده كله انها حرام. استرجل وخد قرار من دلوقتي انك توقف تدخين. بيني وبينكم كده في عاده تانية صغيره انا حابب اتكلم عن نفسي، ده هعمل لها فيديو لوحدها، وهي العاده السريه. ثالث حاجه وهي النوم. الراحه ثم الراحه ثم الراحه، جمله مشهوره بنسمعها دايما من الدكاتره، بس هي ما بتتقالش كده وخلاص، لان فعلا الراحه هي اهم مرحله في يومك، لان هي دي اللي جسمك بيعمل فيها الريكفري، الاستشفاء. حتى انت ما بتبقى عيان وبتيجي تاخد علاج كده بيقول لك دايما خد الدواء واتغطى ونام، هتعرق وهتقوم الصبح تبقى زي الفل. ده مش من فراغ. في مرحله النوم جسمك بيبدا يعالج نفسه، بيبدا يطور نفسه، لو بتتمرن بيبدا يكبر عضلاتك، طبعا مع التغذيه والتمرين. ونفس الكلام بالنسبه للشعر اللي بينمو زيه زي العضلات، لو دخلته التغذيه المناسبه وظبطت سيستم يومك كله هيبدا يتطور كمان مع النوم. خامس واخر حاجه وهي تريكات مروانيه، طريقتين الصراحه غير الحاجات اللي هي لازم تبقى في روتين يومك العادي استخدمتها، دي بقى برايفت حته للدقن مخصصه. اول حاجه خلطه كده، هتجيب زيت زيتون وزيت لوز وتبدا تخلطهم على بعض، تحطهم لمده دقيقتين على النار، وبعد كده تبردهم وتحطهم في ازازه وتبدا تدهنهم على وشك. تبدا تدهنهم على وشك بشكل دائري لمده 10 دقائق كل يوم. تاني حاجه وده الحل الاخير لو كل اللي انا قلته ده ما جابش معاك نتيجه، وهو المينوكسيديل. واللي ما يعرفش، المينوكسيديل دي ماده كيميائيه كانوا بيستخدموها زمان في علاج الضغط، ومع الوقت اكتشفوا من احدى اثارها الجانبيه ان هي كثفت شعر الجسم، وطلعوا منها مينوكسيديل سواء سبراي او جل بيستخدم لتكثيف الدقن او الشعر لو في فراغات. بس خلي بالك يا شيخ، تركيز 5%، لان في تركيزات كتير. اللي انا بقول عليه واللي انا استخدمته تركيز 5% بس. طبعا ما فيش حد يجي يتذاكى ويكنسل كل اللي انا قاعد اقوله من اول الفيديو ده ويروح جاي ماسك في دي ويروح يطبقها. ليها اخر حل، لانها ممكن يبقى ليها بعض الاثار الجانبيه على بعض الناس. ما حدش اشتكى منه، بس برضو خلينا في الاحتياط، خليك في السيلزون. جرب كل الكلام ده، لو ما ينفعش خليك مكمل ومنتظم عليه، لان ده هيطورك عامه مش حته دقن بس. واستخدم معانا نفسك، وقول لي وصلت لايه في الكومنتات تحت. بس كده زيدي، ده اللي كان عندي اقوله لك النهارده. اتمنى يكون الفيديو فادك وعجبك، ولو فادك وعجبك ما تنساش تخبط زرار اللايك المتين وتعمل سبسكرايب وتدوس على زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وصلت لغايه هنا اكتب لي تحت في الكومنتات تحب الفيديو الجاي يكون عن ايه، هعمل الفيديوهات من الكومنتات بتاعتك. ومن الفيديو ده للفيديو اللي جاي اشوفك على خير. سلام.